بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم حسن مهدي. النهاردة هنتكلم عن الهايبرنيت مود في ويندوز 10 ويندوز 8 و 8.1. تمام. زي ما انتوا عارفين ان الهايبرنيت مود ده بيخليني اسيب الفايلز بتاعتي والابليكيشن بتاعتي اوبن على نفس الستاتس بتاعتهم، واعمل شات داون للكمبيوتر بتاعي تماما، ما يبقاش بيستهلك باور ولا حاجه. ولما اجي اعمل ستارت تاني للكمبيوتر الاقي كل حاجه زي ما هي، والابليكيشن مفتوحه والفايلز مفتوحه على اخر وضع انا سبته عليه. تمام. طيب، في بعض الناس بتيجي تانيبل الهايبرنيت بتلاقيها دم. تعالوا نشوف. لما افتح ستارت هنا واروح على باور عشان اعمل هايبرنيت، مش هلاقي غير شات داون وريستارت. تمام. زي ما انتم شايفين، ساين اوت، شات داون، ريستارت. اوكي. فمفيش اي حاجه تسمح لي ان انا هايبرنيت مود او ادخل هايبرنيت مود دون، لان هي اصلا مش انيبل. طيب تعالوا نشوف بقى هنعمل لها انيبل ازاي. وكل اللي انا هعمله ده هيتطبق على الويندوز 10 وعلى 8 وعلى 8.1 بنفس الطريقه. تعالوا نفتح ستارت، نروح على كنترول بانل. تمام. هنروح على باور اوبشنز، هنقول له choose what closing the lid does، نضغط عليها. زي ما انتم شايفين يا جماعه الهايبرنيت تحت اهي، ده الهايبرنيت مود. زي ما انتم شايفين ان هو ديمت. طيب هنعمل له انيبل ازاي؟ هنروح فوق هنا على change settings دي، هنضغط عليها، هنلاقي كل اللي تحت بقى انيبل. هعمل اللي انا عايزه، هاضيف هانيبل الحاجات اللي انا عايز اعملها. لو انا عايز انيبل السليب، انا دلوقتي هانيبل الهايبرنيت. تمام. زي ما انتم شايفين كمان ممكن اختار ايه الحاجه اللي انا هعملها هتسمح لي ان انا هايبرنيت. فممكن اقول له هنا لما اضغط على زرار الباور نعمل هايبرنيت وات ايفر كان على البيتري بتاعتي، او كنت بستخدم التشارجر بتاعي. تمام. لما اضغط على الزرار بتاع السليب يعمل برضو هايبرنيت على وضع البطاريه وعلى وضع التشارجر بتاعي. ماشي. على الزرار بتاع الباور نفسه لو ضغطت عليه يعمل هايبرنيت. اوكي. المهم هختار الحاجات اللي انا محتاجها وهقول له save changes. تمام. دلوقتي يا جماعه انا لو رحت كده هلاقي الهايبرنيت enabled. تمام. لو رحنا كده على ستارت باور هنلاقي الهايبرنيت بقت enable. اوكي. طيب كمان طبعا لو رحنا ضغطنا على الزراير اللي احنا قلنا عليها تعمل هايبرنيت هتعمل. تمام. شكرا يا جماعه.